السلام عليكم متابعي قناة شيوات كريمة سهل وبسيط. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم الحلوى ديال الخليط المعروفه او المشهوره المعروفه كاين اللي كيقول لها حلوه الخليط وكاين اللي كيقول لها المسيوسه. فخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاج فيها وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه حلوه الخليط او المسيوسه كما معروفه، فانا غادي غير نفس الكميه. ممكن تستعملوا الكميه كامله او ممكن تستعملوا غير هذه الكميه اللي عملت انا. بالنسبه لهنا فاستعملت انا 125 غرام ديال الزبده، وخديت واحد الكاس ديال السكر حبيبات المعروف بسنيده، واحد القبيصه ديال الملح. من بعد غادي نبدا نخدم في هذاك الخليط مزيان حتى نحس بهذيك بهذاك السكر انسجم ليا مع الزبده كيف ما غادي تشوفوا معايا. المهم ضروري في الاول نخدموا الزبده والسكر مزيان، فهذا كيبقى من الاولويات ديال الحلوى باش كتجيكم الحلوى ناجحه وكتصدق معكم مزيان وكيكون فيها المذاق زوين، يعني كيكون كلشي منسجم مع بعضياته كما كتشوفوا هنا. من بعد ما انسجم وجمعت هذيك السكر مع الزبده فضفت لهم واحد الكاس ديال الزيت. كما قلت لكم ممكن الا غتستعملوا الكميه مدوبله فغادي ديروا 250 غرام ديال الزبده وغديروا جوج كيسان من الحاجه كيف ما كتشوفوا هنا. من بعد ما جمعت الزبده والسكر والزيت فهنايا خديت اللوز. انا كنفضل ندير فيها اللوز كيعطيها واحد المذاق اللي كتجي رائعه به وكيجي زوين بزاف. هنايا خديت اللوز حاولت نهرمشو المهم يكون محمر ويكون مهرمش. هنايا خديت كذلك الزنجلان، ممكن تستعملوا كاس ممكن تستعملوا غير نص كاس كما معروفه هي بحلوه الخليط فكيكون فيها القوام، يعني كتكون مقومه كيف ما كنقولوا كيكون فيها القوام بزاين. هنايا كنت ناخذ الزبيب، انا هنايا كنستعمل هذا حيت كيعطي واحد المذاق اللي زوين احسن من هذاك الصفر. المهم هذا زوين وطبيعي. صافي هنايا غادي نخلط كيف ما كتشوفوا، غادي نبقى نخلط في الخليط مزيان حتى ينسجم ليا مع بعضياته. نحاول ندخل كلشي في بعضياته باش تجي الحلوى كما قلت لكم فيها المذاق اللي زوين. صافي هنايا غادي نستمر بخلط هاد المكونات. من بعد غادي نضيف لهم الدقيق كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للدقيق فكما كنقول لكم دائما في الحلويات ديالي الدقيق كيبقى على حسب الخليط، ومن الاحسن تستعملوا دقيق نوعيه جيده باش تجيكم الحلوى زوينه. هنايا كيف ما شفتوا غادي نضيف واحد الخماره. بالنسبه الى ذوبلتوا المقادير فغادي تستعملوا جوج ديال الخمارات. هنايا انا استعملت خماره واحده حيت عندي الكميه، حيت عندي غير نصف ديال الكميه. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه نخلط مزيان هذوك المكونات حتى نحس بالعجينه تجمعات ليا كيف ما غادي تشوفوا معايا. انا كنحاول نخلي الفيديو كما هو، كنحاول نقص غير بعض اللقطات باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ولكن كنحاول نخليه كيف ما هو حيت بزاف البنات كانوا كيجيو يقولوا لي عافاك خلي لينا الفيديو كما هو باش بالنسبه للمبتدئات باش زعما نتبعوا معاك خطوه بخطوه. فهداك الشيء علاش فكيبقى الطلب ديالهم وانا كنحترم الطلب ديال اي متتبعه ديالي. صافي هنايا من بعد كما قلت لكم من بعد ما تجمعت لينا العجينه فهي كيفاش كتكون. ما كنقصحوهاش بزاف تاني حيت لا قصحتوها بزاف راه ما غاديش تجمع لكم، غتبقى مفرتته، وإلا خليتوها جاريه راه فما غاديش تدخل الفران غادي تسيح لكم. فبالاحسن تكون العجينه مجموعه كما قلت لكم. ها هي راه كتجي مقومه، كتجي العجينه عامره وكتجي تبارك الله زوينه بزاف. صافي من بعد غادي نحاول نشكل الحلوه ديالي في واحد اللاطه، غادي نحاول ندير كويرات وندخلها طيب على عافيه تكون مهيله. فران سخون ونشعلوا عليها الفوق والتحت باش طيب لينا دغيا. غادي نحاولوا نذوقوها. فبالنسبه للطابع فغادي نذوقوها بهذا الطابع. ممكن اللي بغات دير شي طابع اخر ممكن تستعملوا، ما عندكمش ماشي مفروض عليكم بالضبط هذا الطابع، غير كيبقى هذا هو هذا هو الطابع اللي تشهرات به هذه الحلوه. وصافي من بعد ما غادي طيب غادي نحاول نخليها في لاطه ما تحركوهاش هذيك الساعه حتى وكان تبرد. ومن بعد غادي نفندوها في السكر كلاصي وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالها. وبصحه وراحه راه كتجي غزاله، غير جربوها. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.